مشاهدينا الأعزاء متابعين قناة تركاية وحكاية، أهلا وسهلا بكم. معاكم أخوكم مراد محمود، والنهاردة هنتكلم عن مشروع قومي عبقري مش بس لحماية سواحلنا الشمالية من الغرق، لا كمان ده ممشى سياحي تقدر حضرتك تتفسح فيه. كل المعلومات اللي تحب تعرفها عنه هنتكلم في غرق المدن الساحلية بحلول العام 2050 وجهود الدولة لحماية سواحلنا من الغرق. الأول شرفني بالاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على الكل علشان يصلك كل جديد، لايك وقول لي حضرتك كنت اللايك رقم كام، ويلا بينا. حسب جريدة الوطن المصرية وموقع الشرق الإماراتي إن المؤتمر العالمي للمناخ جلاسكو اللي كان في نوفمبر 2021 أعلن إن في 33 مدينة في العالم مهددة بالغرق نتيجة التغيرات المناخية. أهم المدن دي ميامي في أمريكا، ولندن في إنجلترا، وشنغهاي في الصين، البصرة في العراق، والإسكندرية في مصر. الاحتباس الحراري الناتج من زيادة انبعاثات غازات زي ثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض، مما يؤدي لذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وده بيؤدي لزيادة منسوب مياه البحر. ونقلا عن موقع BBC إن معهد وورلد ووتش الأمريكي قال إن ارتفاع منسوب البحر لمتر واحد يكفي لغرق أبرز عواصم العالم. ارتفع مستوى سطح البحر في القرن الماضي 20 سنتيمتر وبيزيد 3 مليمتر كل سنة، وارتفعت درجة حرارة الأرض درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية، وارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون. ونقلا عن موقع صدى البلد إن هيئة IPCC المناخية أصدرت تقرير أن مستوى سطح البحر هيرتفع نص متر، مما يتسبب في فيضانات في الإسكندرية وجزء من الدلتا في العام 2050 تمهيدا لغرقها سنة 2100. أما جريدة الوطن قالت إن مدن بورسعيد ودمياط ومدن الدلتا أكتر خطر من اسكندرية، وده لأن تربتها أكثر انخفاضا وتكونت من تراكم ترسبات الطمي نتيجة فيضانات النيل عبر السنين، بعكس اسكندرية اللي اتبنت على صخرة جيرية رسوبية مرتفعة عن سطح البحر. وبترتفع اسكندرية عن سطح البحر 4 متر بداية من المنطقة الشرقية ناحية أبو قير، وبتوصل ل 15 متر في المنطقة الغربية وبرج العرب. اسكندرية اللي بيحيط بيها البحر من 3 جهات، ومن الجنوب بحيرة مريوط وليها واجهة على البحر بطول 60 كيلو متر. الدولة المصرية خصصت 120 مليون دولار لإقامة حواجز خرسانية ومصدات للأمواج بطول الكورنيش. والمشروع العبقري اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي عبارة عن حاجز أمواج بيلف حوالين قلعة قايتباي لحماية الصخرة الرئيسية للقلعة، وكمان هيبقى ممشى سياحي كبري على الطراز المملوكي. وحسب جريدة اليوم السابع إن طوله 550 متر غير الممشى السياحي، وبتكلفة 267 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 20 شهر. المشروع ده بيتم بمشاركة الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ووزارة الآثار ووزارة الري ومحافظة الإسكندرية برعاية السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. المشروع عبارة عن وضع حواجز غطسة داخل البحر حوالين القلعة ولسان سياحي زي ما قلنا بطول 550 متر، علشان الناس اللي كانت بتقول اللسان ده هيمشي في البحر قد ايه. وزي ما حضراتكم شايفين ان المشروع قرب على الانتهاء والتسليم، فاضله بس الجزء الممشى اللي هيبقى من اول الرصيف لحد الممشى السياحي، وان شاء الله نتابع مع حضراتكم قريب الانتهاء وتسليمه والافتتاح بأمر الله. طبعا تم تنفيذ حاجز الأمواج ده داخل البحر بعيد عن مواقع الآثار الغارقة، وكمان تم تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى السياحي، غير اللسان ال 550 متر بطول 300 متر بأحجار مختلفة خرسانية ما بين وزن الواحدة 3 طن و7 طن و15 طن زي ما حضراتكم شايفين. وكمان هيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر 50 سنتي حوالين القلعة، وحقن الفجوات الصخرية علشان حماية القلعة من أي أخطار.
واستكمالا للطفرة والتطوير السياحي اللي بيحصل حوالين قلعة قايتباي في اسكندرية، ان شاء الله هيتم عمل مشروع للصوت والضوء، وهنتابع مع حضراتكم افتتاحه ان شاء الله عن قريب. حاولت انقل لحضراتكم صورة مبسطة عن مشاريعنا القومية واهتمام الدولة بحماية سواحلنا الشمالية من اخطار الغرق. ما تنسوش تبصوا على المصادر اللي جبنا منها المعلومات اللي قلناها في الحلقة، هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف تحت. لو الحلقة عجبت حضراتكم واستفدتم بيها، يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل، لايك، وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. وشكرا ليكم.